خليني أسألك سؤال بتجاوب نفسك بصراحة. هسا كل واحد يريد يحكي له عن موضوع معين أو فد مشكلة عندنا بالمجتمع، يطلع لك واحد يقول لك هذا دين، هاي عاداتنا وتقاليدنا، هيج أهلنا ربونا. هاي إذا فتحت لك موضوع تخص هذه الأشياء اللي ذكرناها. بس السؤال الحقيقي اللي لازم نسأل أنفسنا هالليلة، الدين والعادات صدق صارت سبب تخلفنا لو إحنا اللي حولناها إلى زناجين وقيود بدون ما نحس على أنفسنا؟ المشكلة الكبيرة تبدأ من شغلة كلش بسيطة. أغلبنا بطل يفرق بين الشيء المقدس والشيء الموروث. الدين نزل حتى يصير ضوء يحرر الواحد من العبودية، من الجهل والخوف، حتى يرفع قيمة الإنسان. بس بعض العادات لا، هاي انخلقت من رحم خوف، لو من جهل، لو رغبة ناس تسيطر على ناس. خلي ناخذ أمثلة من واقعنا اليومي. للأسف ما نعرف هذه اللي هي الموروث، ما نعرفه منين صدر وشلون. واحد يمنع أخته أو بنته تكمل دراستها لو تحقق حلمها بشيء معين، وإذا تسأله ليش يقول لك عيب حكي الناس ما يرحم. ما يعرف شنو الغاية من العيب وشنو الغاية من حكي الناس. هذا خوف من المجتمع. وإذا واحد يضرب مرته أو زوجته ويهينها وتسأله ليش يقول لك هي تستاهل، إحنا هيك تربينا. هذا أيضا مو دين، هذا عنف أسري متغطي بغطاء الفساد. وواحد يرفض يشغل واحد كفو لأنه من غير طائفة أو من غير منطقة، وإذا تسأله ليش يقول لك ذولي ما بيهم أمان. هذا مو دين، هاي عنصرية تقتل. الحقيقة المرة هي انه احنا اخذنا اسوأ شيء بالموروث ولزقناه بالدين كذب حتى نسكت ضميرنا ونسكت كل واحد يحكي ويعترض. المشكلة مو بالعادات نفسها، المشكلة انه حولناها لاصنام ما حد يقدر يمسها. صار الموروث عندنا اقدس من العقل اللي الله كرمنا به. واذا تسأل ليش نسوي هيك يجيك الجواب مباشر، لا تسأل. هذا اللي لقينا اهلنا عليه وهذا اللي تربينا عليه. واذا تحاول تناقش وتفتح حوار بمنطق يتهمونك مباشر، يقول لك لا تحاول تتفلسف براسنا، تريد تخرب المجتمع اللي احنا انولدنا وتربينا به. واذا فكرت برا الصندوق لا سامح الله بيشمرون عليك اخطر انواع التهم. هذا حرام بس ما عنده اي دليل شرعي صدقني، بس لان يخالف اللي تعودنا عليه. المطلوب من الواحد تحول من كائن يفكر ومسؤول عن نفسه وعن تصرفاته الى مجرد ماكينة استنساخ. مطلوب منك تطفي عقلك وتسلم روحك للماضي وللعادات والتقاليد وتعيش مثل ما عاشوا قبل آلاف السنين. ما يخالف اذا الزمن تغير، ما يخالف اذا النتائج كارثية وما مبينة للكل. المهم ما يتغير شيء، المهم يبقى مثل العادات والتقاليد اللي تربينا عليها. الدين الحقيقي ضد الدين المزيف. إذا نكون واضحين، الدين الحقيقي ما يخاف من السؤال، بالعكس يشجعك على التفكير والتدبير. الدين الحقيقي يقوي ضميرك حتى يصير هو الرقيب عليك، مو يكسرك ويخليك تمشي وراهم بلا رأي. الدين الحقيقي يعلمك تحترم الإنسان لأنك إنسان بغض النظر عن شكله ولونه ودينه ورأيه، مو يخليك تفتش ورا العالم وتحاسبهم على أغلاطهم. الدين الحقيقي هو رحمة، هو عدل، هو أخلاق. ما قال لك اضرب ولا هدم ولا أكره. بس احنا للأسف اختارينا أسهل درب نستعملها للنصوص المقدسة. نستعمل النصوص المقدسة كأداة حتى تبرر أغلاطنا وشهواتنا وتسلطنا. ننقي اللي يخدم مصلحتنا ونغمض عيننا عن الشيء اللي ما بمصلحتنا. وإذا تلاحظ هسه أغلب الشباب بدأوا ينفرون من الدين. هواي عندنا من الشباب اليوم مو ضد الدين كفكر، ضد النسخة المشوهة عرضت قدامهم. هم نفروا التناقض اللي يصرخ بوجوههم كل يوم. يسمع خطيب يسولف عن الصدق والأمانة ويباوع على الخطيب اللي خطب نفسيته هو نفسيته يغش ويبوق. يقرون عن الرحمة والمغفرة ويشوفون قسوة الناس عليهم. ينقال لهم هذا حلال وهذا حرام بس بدون ما واحد يفهمهم ليش وشنو الحكم، مجرد أوامر يابسة وانتهت. الشباب اليوم يشوف العالم يتطور، يشوف الإنسانية والحرية بدأت تتقدم، بعدين يلتفت على واقعه ويشوف مفاهيم جامدة يستعملونها حتى يقمعون ويسلبون حرياتهم باسم الدين. فطبيعي جدا انه هذا الشاب ينفر، مو لان الدين غلط بس لان اللي نصبوا انفسهم يحجون باسمه كانوا اسوأ من يمثلونه. زين شنو الحل يا ترى يا شباب؟ الحل انه نعوف الدين ونمسح كل عاداتنا وتقاليدنا؟ اكيد وطبعا لا. الحل مو بالهدم، الحل بالترميم الوعي. نرجع عقلنا لمكاننا، لازم نرجع للعقل لسلطته بالمفاهيم والتحليل. العقل مو عدو للدين، العقل هي أداة اللي تفهمنا بالدين وبتفاصيل الدين وبالأشياء الصحيحة. ولازم نفرق بين المقدس والموروث. لازم يصير عندنا شجاعة ونقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى مقدس وهذا مجرد عرف مال البشر تقدر تناقش فيه وتقدر تغيره. إنه أكو معروفات أشياء لله واشياء معروفات انه هذه موروثه نقدر نتلاعب به ونقدر نضيع، بس مالات الله لا يعني ما حد يقدر يتلاعب به. نرجع لانفسنا بلا خوف، لازم نراجع فهمنا وتطبيقنا للدين. الدين ثابت بس فهمنا له لازم ويا تطور وعينا وزماننا. نركز على جوهرة الخلق بدل ما نغرق بالشكليات. لازم نرجع لجوهرة الدين اللي هي الصدق والعدل والرحمة والأمانة والإنسانية والإحسان. هاي هي الدعامات الحقيقية للدين. مو كل قديم صحيح هو مجرد قديم، ومو كل جديد غلط لمجرد هو غلط.
الميزان هو العقل والضمير والغاية الشريفة. فالخاتمة يا شباب، المرة الجاية يا شباب لا تسأل نفسك الدين والعادات صار سبب تخلفنا، لا، اسأل السؤال الأعمق: أنا شلون فهمت ديني؟ شلون ورثت عاداتي؟ وأنا جزء من المشكلة لو جزء من الحل؟ هذا الحكي إذا حرك شيء بداخلك فهذا مو معناها النهاية، هاي البداية. وأول وأهم خطوة للتغيير إنه تعرف أكو مشكلة. لا تخاف تفكر، لا تخاف تسأل، الله منطيك عقل حتى ما تطفيه. وإذا كنت مستعد لهاي الرحلة الصعبة والمهمة، فالفيديو الجاي راح نتكلم عن شيء أهم وأدق. لهنا خلصت حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى تنال إعجابكم. إذا عجبتكم الحلقة خلي لايك للفيديو واشترك بالقناة.